السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعلق الأحداث الأخيرة اللي حصلت في صحنايا وفي جوبر ومناطق ريف دمشق. بداية يعني الموضوع يعني أريد أن أنوه على الأمر أن الموضوع ليس طائفي كما يروج له الكثير أبدا. غير صحيح هذا الكلام. الموضوع هي عملية لبسط الأمن في سوريا وحصر السلاح في يد الدولة. العملية هاي هي سلسلة لعدة عمليات حصلت في حلب، حصلت في دير الزور، حصلت في حمص، حصلت يعني في الساحل، حصلت في عدة أماكن مختلفة في سوريا، وراح تظل مستمرة هاي العمليات حتى يعم الأمن في البلاد ويحصر السلاح في يد الدولة، ولا تستهدف العملية طائفة بعينها. وكل من يروج إلى هذا الكلام فهذا الكلام وراءه ناس يريد أن يصطادون بالماء العكر. بالنسبة لطائفة الدروز، طائفة الدروز هم يعني بالغالب ناس شركاء بالوطن، شركاء بالثورة، وما ينظر لهم إلا هكذا. وفيهم يعني الغالب من الناس الأحرار والشرفاء واللي قدموا الكثير سواء في الثورة أو لسوريا بشكل عام. وكل نقطة دم نزلت بين قوات الأمن والجيش وبين الشباب اللي كانوا يقاتلون محسوبين على الدروز وهم يتبعون لجهة معينة ولا يمثلون الدروز بشكل عام، كل نقطة نزلت هي في عنق الهجري والشلة اللي حواليه، اللي من بداية الأحداث عم يحاولون يستفزون الحكومة، والظاهر أنهم معتمدين يعني ساندين ظهرهم بالمعنى العام على إسرائيل كانوا، وعم يحاولون يستفزونها، وكانت الحكومة على مرأى الجميع قاعد تستوعبهم إلى أن يعني وصل الأمر بدرجة يعني لا تطاق. تجاوزات كانت متكررة من بداية الأحداث، محاولات من غالب أبناء الدروز إلى الاندماج بالدولة الجديدة، وقوات الأمن والشرطة والجيش كانوا هذول الجهة اللي تمثل فئة قليلة من أبناء الطائفة الدرزية يعطلون هاي الجهود. عندما كنا سابقا محاصرين مدينة إدلب، وكان يعني إدلب متمثلة بحكومة الإنقاذ وكفصيل عسكري هيئة تحرير الشام، كان لأبناء الدروز كان وما زال طبعا قدر معين عند أبناء الثورة وعند هيئة تحرير الشام. وكان الشيخ أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام يعني يثني على جهودهم، وهناك تصريحات كثيرة يعني يثني على جهودهم يعني ويبارك لهم ويدعمهم في الحراك ضد نظام الأسد المخلوع. بعد التحرير وبعد أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالتحرير، أيضا كان لهم يعني خاصية يعني عن باقي الناس في الاهتمام والاحترام والتقدير من قبل الحكومة السورية الجديدة. يعني حتى تم استقبال عدة وفود منهم في قصر الشعب بضيافة رئيس الجمهورية أحمد الشرع والسادة الوزراء وغيرهم. عدة وفود من أبناء دروز سواء من سوريا وحتى من خارج سوريا، مثل السيد وليد جنبلاط اللي زار الرئيس يعني في قصر الشعب. ولكن الهجري والشلة اللي حواليه يعني ما جلسوا عاقلين بالمعنى العام، يعني صاروا يحرضون على الفتنة، يحرضون على النزعة الطائفية. الهجري يريد دولة موحدة، هو يرفض يعني الانخراط فيها، يريد جيش موحد وحصر السلاح بيد الجيش، ولكن هو يعني يرفض الاندماج بقوات الجيش والأمن. يريد بسط الأمن وهو يرفض دخول قوات الأمن العام إلى مدينة السويداء. يريد خدمات لمدينة السويداء، وهو يعني عم يعطل هو شلته أعمال الحكومة بالمدينة. يعني وحتى أبناء السويداء اللي كانوا يعني اللي كانت لهم مساعي في الاندماج، كانت وما زالت لهم مساعي بالاندماج بالأمن والشرطة والجيش
النهوض بمدينتهم كانوا شلة الهجري يعطلون عليهم، لا بل أكثر من ذلك يخونهم. ففترة صار من بعض الشباب يعني المغرر بهم واللي يتبعون يعني لشلة الهجري، صارت تخرج منهم تجاوزات. حصلت تجاوزات بصحناية وتم يعني تلافيها، حصلت تجاوزات سابقا بجرانة، حصلت تجاوزات بالسويداء. تارة يخرج واحد يعني يثني على إسرائيل، وتارة يخرج واحد يشتم فلان أو يتكلم بنعرة طائفية. فهذه يعني هذه شعلة التجاوزات هي كانت شرارة بسيطة، ولكن الحكومة كانت يعني دائما يعني تمتص هذا الأمر وتحاول أنه ما يصير أي خلل. ولكن يعني الشعلة كانوا يزيدونها الهجري وشلته نار ويغررون بهؤلاء الشباب، حتى يعني وصلت المرحلة الأخيرة أنه خرج واحد يعني تجاوز على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمثل إلا نفسه، ما راح نحن نقول يمثل طائفة. بعد فترة مجموعة من شلة الهجري استهدفهم سيارة على طريق درعا، قتلهم 6 أشخاص. استهدفهم حاجز الأمن العام، قتلهم 5 أشخاص. قبل يومين خرجهم قطع عن طريق المطار. يا أخي هذه العاصمة دمشق، هاي قبلة يعني قبلة للوفود الدولية من كل أنحاء العالم. والله كل يوم واحد، هذا اللي قاطع طريق المطار. يعني تخيلوا أنه جاي وفد دبلوماسي مثلا وزارة خارجية ولا وفد دبلوماسي ولا ما إلى ذلك، ويخرجون عصابات خارجة عن القانون يقطعون عليهم طريق المطار. فهذا الأمر غير مقبول، وهذا الأمر يعني غير منطقي ولا يقبل فيه أحد. فخرجت الحكومة بحملة يعني لحصر السلاح بيد الدولة ولبسط الأمن على العاصمة دمشق، وهذا حق مشروع لها. فخرج الهجري أيضا بتصريحات يعني أسقطته يعني زيادة عن السابق. يعني صرح وقال يعني أنه بما معناه إسرائيل خذلتهم، وكانت وعدتهم يعني يقطعون يعني يضربون الأرتال اللي تمشي، ويعني يدعمونهم بالذخيرة. فهذا دليل التصريح هذا بالمنطق العام، أي أحد يعني يسمعه معروف أنه معناه في تنسيق مسبق لشيء يعني ينكرون فيه للتقسيم أو ما إلى ذلك. فأنا رسالتي يعني اللي ودي أوجهها، كل نقطة دم نزلت من مدنية أو من جهاز الأمن العام وقوات الجيش العربي السوري أو من أبناء دروز للأحداث الأخيرة هي في عنق الهجري وشلته. ورسالة لأبناء السويداء اليوم، يعني مشايخ دروز العاقلين والحكماء واللي يعني هم يعني رصيد ليس لدروز فقط، لسوريا كلها كثر. فيجب أن تطفئون نار الفتنة وهي اتباع هؤلاء الدجاجين. يجب أن تطفئ، لأنهم يعني يريدون يعني أن يقودون الطائفة إلى الهاوية يا أخي. وأي أحد راح يمارس هذا السلوك راح يواجه نفس الفعل. الأمر مو متعلق بطائفة معينة كما يروج له الكثير، وهؤلاء الأشخاص يريدون أن يصطادوا بالماء العكر. في مناطق إدلب المحررة إلى الآن تشن يعني عمليات أمنية، وهذا حق مشروع للدولة. هذا حق مشروع للدولة أن يحصر السلاح في يد الدولة، وأن يعم الأمن، وأن توحد الأجهزة الأمنية، وما تبقى سوريا يعني نظام الغابة. هذا يزعل يطلع يقطع طريق رئيسي، هذا يزعل يطلع يعني يسوي فوضى بالعاصمة ولا بغيرها. هذا الأمر مرفوض. واليوم نظام الدولة بدها تتوحد، وسوريا بدها ترجع سوريا واحدة، شاء من شاء وأبى من أبى. لو استنجد بمن استنجد. يعني اللي يغرر به ويظن أن إسرائيل راح تحميه ولا غير إسرائيل فهو واهم. سوريا ستوحد رقم أنف الجميع، وسيكون السلاح محصور في يد السلطة، وسيأخذ الجميع حقوقه بدون استثناء، بغض النظر عن الطائفة والعرق والدين. الكل سيأخذ حقوق، كل منا، كل سوري عليه واجبات وله حقوق، كلنا سنتساوى بالواجبات والحقوق.
لا يميز أحد عن أحد، وكلنا يعني أي أحد يريد أن يخل بالوضع الأمني في البلد راح يواجه نفس المصير. ونسأل الله أن يحقن الدماء، نسأل الله أن يجعل بلدنا آمنة مطمئنة، نسأل الله أن يعم الأمن في بلادنا، أن يوحد الجهود جميعها للنهوض ببلدنا إلى مستقبل أفضل يليق بها.